فطاير بالجبنة كتير سهلة وسريعة، وخصوصا للمبتدئين، مع السر اللي بيستخدموه بالأفران لحتى تطلع معنا العجينة قطنية مثل الهوا، مع الطعمة يلي بتاخد العجينة اختمر صح واستوى وأخذ هذا اللون الجميل. بالبداية بنحضر محسن الكيك الطبيعي اللي هو عبارة عن 3 معالق طحين متعدد الاستعمالات، نص كاسة حليب ونص كاسة مي، نخلطهم على البارد وبعدها على النار لحتى يسمك الخليط ويصير نوعا ما شفاف أو يستوي، ونتركه على جنب حتى يبرد تماما. هاي الفكرة هي ممكن تستخدموها لأي نوع معجنات بدكم إياه بيعطيها طراوة وهش. ولنحضر العجينة بنستخدم كاستين حليب دافي مع معلقتين سكر ومعلقة خميرة فورية، أو ممكن تستخدموا خميرة كمان مكعبات ما بيأثر. تركت الخليط شي 10 دقايق حتى تأكدنا من تفاعل الخميرة، وبنحط بيضتين طبعا بحرارة الغرفة، ونضيف محسن العجينة اللي عملناه، ونحط 5 أكواب طحين مع رشة ملح. وممكن كمان تستخدموا العجان الكهربائية، أنا عجنتهم على إيدي لتاخدوا الفكرة. يلي مو متوفر عنده عجان كهربائي، بعد 10 دقايق حصلت على هي النتيجة. وبضيف 50 غرام من الزبدة وعجنها كتير منيح. هي اسمها المرحلة مرحلة التنعيم. قد ما فيكم عجنوا لنحصل على عجينة ناعمة 100%. كل ما عجناها كل ما كانت معنا قطنية. بتركها تقريبا شغلة ساعة حتى ترتاح. شوفوا ما شاء الله كيف اختمرت، طلعت بتجنن. قطعتها تقريبا 16 قطعة، أو ممكن إذا حبيتوا الحجم أكبر أصغر بتاخد معكم كرات أقل أكتر. وشكلتها بهالشكل هذا، تركتها بالصواني تقريبا 3/4 الساعة حتى خمرت، وشغلت الفرن على درجة حرارة 180، ودهنتها بشوية بيض ورشة نسكافيه مشان الزنخة. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا اللايك وعملوا سيف وشير للوصفة. سلام.